والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي المغاربة في كل بقاع العالم، مرحبا بكم. باش نحطوا الأمور والنقاط على الحروف ونعطيكم آخر مستجد باش الإنسان ما يبقاش يتلاوح ما بين المواقع أو الذباب الإلكتروني اللي كيشيع بعض يعني بزاف ديال الحوايج وحصلنا عليه ياسر من الكذب. وحنا رانا خدامين، حنا راه وجهنا اللي كنعطوكم، ما كنعطوكمش مؤخراتنا بحال اللي كيديروا واحدين تاني. كنعطوكم وجهنا هو اللي كنعطو لكم، لانه غادي يبقى لكم اليوم ويبقى غدا ويبقى بعد غدا. ماشي كنعطو واحد الوجه اللي غادي نمحوه. نعطوكم كلام صحيح ويقبحونا به اليوم وغدا وبعد غدا باش نكونوا واضحين. حنا ما كنبيعوا في اليوتيوب، وحنا مالنا خارجين كندافعوا على الوطن ديالنا من اجل الاسترزاق. حنا عندنا هويه، عندنا وطن، عندنا عقيده في قلبنا، في دمنا كتجري. زيد على ذلك اننا مسلمين، والحرب ما كيبغيها حد. الحرب ما باغيها حد، ولكن اذا تفرضت عليك لا يتعدل. حنا هذه شحال من يوم، شهر تقريبا، المغرب ما كيدير هاد التعبئه عبر وسائل الاعلام وعبر الفيسبوك. راني غادي نجي لكم الاخبار الجديده ان شاء الله، غير بالله حانوني. هاني غنقولها لكم طريق، وخلي الروكار قول له يمشي يكذبها، ويمشي يجيب لنا تصاور وفيديوهات من القرقارات ويكذبها. يا غير تصنتوا الله يرحم الوالدين من اجل يعني باش نعطوا هذه المعلومه. حنا ما الجيش ديالنا ما محتاج تلفازه والذباب الالكتروني باش نعبئوه، باش نديروا فيه الروح المعنويه. الجيش ديالنا راه في دمه من خلاقته الروح الوطنيه والدفاع عن الوطن والتعبئه. خالق بها مارقه منه. ما يحتاج الفيسبوك ولا يحتاج الذباب الالكتروني باش نعبئوه وقاري عليها وتولد بيها. يا اخي يا داك الروكار، ترى ما عندك لا عقيده لا والو، لا حتى طاسيله لا فاميله لا والو. شو غتتبعك انت بنادم؟ تا جالس بارك علينا 27 قاتل وقلبتي الرقم 27 قلبتيه 72. جيبوها قبل شي نمره ثانيه. نتوما استعملتوا جوج ارقام 7 و2 27 او عطينا الجثث. يا ويلي يا 72 اسير. ومنين هما هاد يا خويا؟ عطاوك الاوديو ما عطاوك تصويره الاسير. جبد لنا واحد من الاسير يطيرك ما كيذبك وما عندك. يا صاحبي ما تحشم، وانا ما عمرني شفت في الدنيا خلق مثلك صراحه. الدنيا اليهود ولا النصارى ولا العرب ما ولدوا شي بحال هاد الجنس هذا. ما يحشم، يكذب وما يمرق. حنا راه كنحشموا الا كذبنا راه كنحشموا يا عباد الله. باش نقول لك يا الروكار، وخرج قول هضريك وخرج بلايف ونتحداك. 8 كيلومتر طولا وعرضا نضريك في القرقارات مكنه ناعس عليها الجيش المغربي بلا قرطاسه بلا حتى شي حاجه، ونتحداك. مولي لا انت ولا بو خنانه ديالك. امرق وخرج وورينا هادشي اللي كذبنا هادشي كنقولوا لك. 8 كيلومتر طولا وعرضا راهو ناعس فيها درك الجيش المغربي، والطريق مسرحه يا ربي حمدينك. ولا يجيك صور وفيديوهات ان شاء الله موثقه. حنا كاع ما بغينا نخرجوا في دا الشيء ونتموا نوجعوا القلوب ديال خوتنا، لان حنا بصراحه راه كاملين ولاد منطقه واحده وكاملين خوت. كاين الاختلاف، كاين واحد كيامن بالانفصال وكاين واحد كيامن بالوحدويه، وما بغينا كاع ندخلوا في دي الصراعات اللي بنادم يتم يشارجي ذا ولا يشارجي ذا ويزرع الكره من بينهم. لا، حنا ما بغينا الحرب. وهادوك خوتنا فهم كنقولوها وكنعاودوها، هادوك اهلنا وخوتنا. ولكن هذا الشيء اللي واقع دريك هو سوء يعني تفكير ديال الانسان، ولا بعض الشباب
اللي مازال ما هو نحمل المسؤوليه ايضا، دائما احمل المسؤوليه للاحزاب السياسيه المغربيه، للاحزاب السياسيه المغربيه. وهذا نداء لجلاله الملك، هذا نداء لجلاله الملك، ان الاحزاب السياسيه والدكاكين السياسيه هذا العام ما بغيناهاش، خاصو يسدها، ما بغيناش انتخابات، خاص تعاود النظر في الاحزاب السياسيه باش تكون هي الاحزاب اللي كتكون متواصله مع المواطنين ومع الشباب وكتعلمهم وتقريهم السياسه الحقيقيه، ويكونوا فيها ناس مخلصين. لان الفراغ اللي كاين وهذا الفساد اللي كاين هو من الاسباب اللي كتخلي بعض الشباب، انا غير كنقول بين قوسين بعض الشباب، لانه هو ما هو مآمن بالقضيه ولا كتألم فقط من اجل يعني لو الذراع، من اجل يبرد على قلبه. باش نكونوا واضحين، حنا كيف ما كان الحال هذوك اللي هوك راهم خوتنا وولادنا، كيف ما بغى يكون الحال، وحنا مالنا خارجين نستفزوا حد ولا خارجين. الاشكاليه انا كنرد غير على شخصين والله العظيم وانتم فاهمين ديال القضيه. هذاك واحد هذاك راه الروكر، وهذوك الخونه ديال القليمين اللي جابوه بعض منهم الجاليه، راه هذاك هو سبت هذه العافيه كامله وهذا الخروج ديالنا بهذه الطريقه، لانه يستفز الشعب المغربي، يستفز الشعب المغربي، وانا واحد منهم. الطريقه ديالو يستفز الشعب المغربي. لهذا حنا ما كان يعني حنا ما بغيناش نخرجوا بديك الطريقه ديال الاستفزاز، لاننا نعرفوا المشاعر ديال اي واحد، حنا كاملين خوت ومختلفين في الراي، وكنحيي مجيد ديال السعوديه رغم انه يخالف يعني دائما يعني كيسب في النظام وكيسب في السياسه المتوجهه، ولكن ملي جات الوحده ديال البلاد خرج راجل وقال خط احمر. هذه هي الوطنيه. اختلاف يقدر يكون عنده معطيات خاطئه، يقدر يكون عنده صحيحه، يقدر يصحح، ولكن ما نبيعش الارض ديالي يا صاحبي، ما نبيعش الوطن ديالي، لاني كنزيد نأزم راسي، كنزيد نأزم نفسي. شكون اللي واكل الشحط؟ شكون اللي واكل الشحط؟ ديروا اعاده النظر من 45 سنه، شكون اللي واكل الشحط؟ هو ذاك المسكين الصحراوي اللي ساكن هنا، وذاك المسكين الصحراوي اللي ساكن مسكين اللي مغرر به وقابضينه، ما هو كاع ساكن، قابضينه صحه. قول لهم يطلقوه وتشوفوا الا ما تم جاي. اش نتوما الصراعات مسلتوا؟ وانا كيعجبوني غير شي واحد يخرج يقول لك الدول الصراعات الدوليه هي اللي دايره وفاعله. ايوا منين عارفها؟ لاش غادي في الخط ديالها؟ لاش غادي في الخط ديالها؟ عيب وعار هذا الشيء. واش الانسان عنده واحد الحكم ذاتي؟ يا عباد الله راه كنهضروا من المنطق وكنهضروا من المصلحه للجميع. ما حنا راه وصلنا 51 عام، 51 عام في 40 عام غير ديال التدخين. اش بقى لنا كاع ما نعيشوا واحد 10 سنين كاع اذا اقتضى، واخا اليوم الاعمار بيد الله، 10 سنوات كاع ونمشيو نموتوا. ولكن راه غير كنقولوا حوايج نخلوهم نصيحه لوجه الله. يا عباد الله رانا حنا اللي واكلين العصا بهاد الخلافات، بهاد يعني هاد الازمه اللي دايرين. راه اي حاجه اي بلاد فيها الفساد، راه اوروبا ما تبنات بديريكت، راه حتى هي كان فيها الفساد وغادي كيتعالج. راه كلشي كيتصلح من داخل البيت وليس من خارج البيت او تشتيت البيت. شو العائله الا كنتو مجموعين واخا كتختلفوا ومن بيناتكم وصلحتوا الامور كتنهض ديك العائله، وداك الورث الا خليتوه كيبقى مستمر. الا شتتوه اش كيوقع له؟ الا شتتي داك الورث اللي خلاوه هذاك اهلك من بيناتكم اش كيوقع؟ كلها كيمشي للخلاء، كيمشي داك الشيء للهويه. اذا هذا هو المقصود من هذا المثل هذا. راه حنا خاصنا نتوحدوا، والناس كتوحد وحنا كنتشتوا. الله يهديكم. هذا الشيء راه ماهو خدام. هاد النزعه القبليه وهاد الحقد اللي كيزرعوه واحد يعني واحد الحقاد، واحد المسمومين، راه ماهو خدام. خدام التعايش والارضاء بالواقع، ويحرك ويخبط حد دراعه ويعيش. راه المغرب 15 عام، 15 قرن عباد الله. راه الملكيه هذه من اصعب الملكيات في العالم.
شفت الملكيه العلويه هذه من اصعب الملكيات في العالم باش تزعزعها. وخير دليل المرحوم الحسن الثاني، راه كيتبولش. انا الحسن الثاني، شفت الحسن الثاني الله يرحمه، دابا ملي كنشوف خطاباته ولا كنشوفو كنتبولش وكنبكي لانه الملك الوحيد اللي اعترفت به العالم كامل، حافظ على ملكيته في واحد الزمن اللي دايره به خمسة الجمهوريات وعاد زيد اليسار لداخل وما زعزعوش، ومع ذلك حافظ على الملكيه ديالو وانتصر. نتكلموا على وقائع، على حقائق. قال اش نتايا وقول لي انت الملكيه مات، الملكيه لميليك راني قاد عليه انت. لك الشرف ان يحكمك ملك بحال هاد الملوك اللي دازوا عندنا العلويين، لك الشرف. انا راه ما كنطبلوا لهم ولا كنمدحوا لهم، وسير دور بحال شوف الواقع، قرا شو المؤرخين ديال العالم اش كيقولوا. انا ما تصنت لي، انا غير كنقول لك وما تصنت لي ولا تثق كاع في كلامي، ولكن سير ابحث وقرا وشوف. سير عاود القصه ديال الحسن الثاني وتشوف كيفاش غتولي. والله حتى تبورش كامل، والله حتى تبورش كامل. فين باك خالق كاع مازال شي مرة لا يتولد بحال داك الشخص. انا نقولها لكم عبر الزمن، باك خالقه كاع مرة لا يتولد بحال داك الحسن الثاني الله يرحمه. مازال ما خلقت. لهذا الله يجازيكم بخير المغاربه ديالنا والشعب المغربي الحر، ما تموش تدوا عقولكم وما تموش تصنتوا للروكارات. قسمت لكم بالله العلي العظيم، وراه وجهي اللي كنقول لكم دريك، ها هو كتشوفوا فيه وجهي. وإلا كذبت عليكم تمسخوني. القرقارات 8 كيلومتر عرضا وطولا، الجيش المغربي شاده وناعس متكي فيها دريك حالا. ما يقول لكم راهم حولوا الحرب للمحباس، ويقول لكم انتم المغاربه مالكم عارفين التراب. هو براسو ما هو عارفها، وهو براسو نتحدانا. هذاك الروكار، هذاك راضي الروكار ديال باريس نتحداه يطلعني في لايف ونشوفوا التراب واش عارفها، وخلاقته هو منين وعيشته منين. الصحراء انت اش تعرف؟ الصحراء انت اش تعرف فيها؟ واش شفت فيها؟ واش رعيت فيها؟ حتى ايامات الحرب ما عشتها. راه كنت لا في الرباط، راه حنا اللي كان كدقدق علينا هنا، وحنا اللي دخلوا علينا هنا، وحنا اللي سمعنا القرطاس، وحنا مزلنا صغار. وما انت فين شفت شي قرطاس ولا سمعت شي قرطاس ولا والو؟ وجاي دريك تقول للمغاربه انتوما ما تعرفوا الشحره، ما تعرفوا الشحره، لا يكذبوا عليكم تما وتقولوا. وتلاحظ كاع هو دريك عاد النصراني يعرف الصحراء خير مننا انت وخير منك انت. نصراني فرنساوي دريك يعرف الصحراء خير منك انت وخير ما هنا غير بالتكنولوجيا الجديده. الله يهدينا ويهديكم خوتي المغاربه. راه لاح لكم التصويره ديال الكوبتير ولا بيلانس باش تعرفوا هما اللي كذبوا شحال من كذبه حصلنا عليه. ولكن لا اله الا الله، راه كنعلموكم. قال لكم بانهم راهم هازين الجرحى، وهي راهي لا حاجه لذا اسبانيا من عهد زمان. التاريخ ديال سميتو هو تموا تيقوا راهو كذيب، ويدير لكم الاوديوات ويتم يقول لكم الاوديوات وورينا الصور والفيديوهات. اما راهو الاوديوات نسجل انا واحد دريك ويقول له تكلم وقول ايوا رانا قبضنا، راه قتلنا 27 اش قتلت؟ اش هو قتلت انت؟ حنش غلا حنش هربت لا يتقتل، لا يتقتل ويموتوا نموتوا كاملين. يا وشنو من بعد؟ العبره في الخواتيم. هما لاش مشاو تما؟ مشاو يموتوا تم. هذاك العسكر ديالنا مشى يموت، والعبره في الخواتيم. قالوا موتوا العصره يا ودي، احبس ودي وقتل، ولكن النتيجه هي الاساس.
وراني ما كنشرح شي صحراوي عنده توجه انفصالي، راني كنقولها لكم من هنا. وما بغيتش هذيك الطرق اللي كيلعب عليها الراديو الروكار، والله الا عندي فيها اللي ما نعرف يطرطق القلب، ولكن كنحتارم خوتي المغاربه وخوتي الصحراويين مولين المغاربه، وكنحتارم مولي حتى خوتي الصحراويين اللي عندهم توجه انفصالي كنحتارمهم. ما كنبغيش ندير بحال مثل ديك التصرفات اللي كيديروا هاد الكلاب حاشاكم. راه ما كنخرج حتى انا راه كنتجرح في قلبي وكنخرج نتكلم، ولكن انا كنرد على الروكار ودوك المرتزقه اللي كيلعبوا بالقضيه الوطنيه، ما عندهم قلب لا على الصحراوي اللي هوك ولا على اللي هون ولا على حد، عندهم قلب لا على جيوبهم فقط، وهما اللي كنرد عليهم بلا بدون ما الانسان يعطي المغالطات. وهنا مولي كنقول لغويزي سعيد في السويد يطرح لي 2 المليون ديالي، لان تخاطرت انا وياه 2 المليون، وانا كنقولها لك في العلن، وقلت لك بانه من بعد الخطاب، من بعد الانتخابات ديال الميريكان، راه القرقرات غادي تقاد وغادي يقادها المغرب. وها هو الحمد لله، وها الكلام ديالي دري خاصك تجيب لي 2 المليون ديالي، راه انا مالو غنتابعك بها، لان نعرف القدرات ديال المغرب ونعرف القدرات تبارك الله ديال السياسه الخارجيه ديال المغرب. هتمشيش غلط، لان اللي ولدو ملك الحسن الثاني اللي قرا كتاب الامير وطبقوا حرفيا، قراه الحسن الثاني، قرا كتاب الامير، قراه وهو امير وطبقوا وهو ملك، وطبقوا الوحيد في العالم اللي قرا هذاك الكتاب، الوحيد في العالم اللي قرا هذاك الكتاب الامير وهو امير وطبقوا كملك. اذا ما غادي يولد بحال الا ما كيولد الا الملوك الاقوياء. ومحمد السادس راكم عرفتوه، وعرفتوه من بدايه الحكم ديالو، وعرفتوه تبارك الله وخبطوه بالعين، والله الا مساكين خبطوه غير العين، عرفتوه مساكين ما كان يقعد، ما خلى بلدي حالت هون وهك وهك وهك، وتبعتوه بالعين، تبعتوه بعينكم، الله يعميها لكم، ونتمنوا له ان شاء الله الصحه والعافيه. وما غادي نبقاو الا على العهد ديالنا. انا واحد من الناس اللي ما لا نقول نعبد، والعباده لله، لكن بعد الله انا الملكيه عندي هي التاج في هذا الوطن ديالنا، هي التاج ديالنا، وهي بصمه، هي اللي محافظه على الامان والامن في هذه البلاد، وهي اللي ما مخلياش القبليه تحرك ديال البلاد، باش نكونوا واضحين. يا خوتي المغاربه راه كنقولها ونعاودها، راني ماشي كنمدح، والله ما عاطي انا هاد الدوله شي حد السامعين غادي تعصبوني، والله ماني قابض منها، واللي بغى يعرف يقعد معايا ويجي ومرحبا، ونشوفوا داك الشيء اللي كنتكلم عليه واش من قلبي ولا كنتمرق به. واللي كيعرفني في الطنطان راه كيعرفني وكيعرف اهل الهنده، واللي يعرف اهل الهنده راه كيعرفهم مزيان، ويشوفوا واش كانوا مستافدين من هاد يعني الدوله ولا لا. ولكن ما نبيع بلادي وما نبيع برديه وما نبيع بلادي وما نقد نبيعها، ما نقد واه. كاينين دريك خرجوا الناس مناضلين شرفاء اللي كانوا كيسبوا في النظام ويسبوا في كل شيء هنا في المغرب، ولكن رجاله طلعوا في الحرب، طلعوا دريك في القضيه الوطنيه، رجاله لا اختلفوا معهم صحيح، واحد بالك كيسبوهم، ايوا صافي تقلبتي ذاك النهار كتسب الملك ودريك خرجت كتقول الوطن، واش بغيتي يدير؟ شنو بغيتي؟ راه مواطن مغربي هذاك حر، يختلف مع النظام ديالو، يختلف مع الرئاسه ديالو، يختلف مع الحكومه ديالو، ولكن بلادو ما يفرط فيها. واش نتوما مراد؟ واش غير الا لقيت انا هذا هي الثقافه الخايبه، الاشكاليه اللي انتشرت بين الشباب ديال هذا الوقت، هو غير انني ما لقيت مصلحتي نبيع البلاد، هذيك البلاد نبيع باباها. فين هي العقيده ديالك؟ فين هي الوطنيه ديالك؟
فين هو ترابك اللي ماتوا عليها جدادك؟ وترابك راهي شيء، والنظام والحكومات والاحزاب شيء اخر يا صاحبي. لا اله الا الله محمد رسول الله. نجبدوا الثقافه هذه صافي، راه غير ما خدمت حبسوا لي ولادي ولا قتلوا لي كذا. راني شت هذوك دابا اللي شدوهم في الحبس الزفزافي، ياك الزفزافي ياك شدوه في الحبس وما داير والو، وحنا معاه، ولكن ما سب ما فرط في البلاد ديالو، ولا قال الانفصال، ولا قال شي حاجه، ولا باع ارضه. اي مختلف كيطالب بحقه. خرج، راه هذا هو اللي ما فيكم يا ودي. خرجوا. هاد الهجمه كامله اللي دايرين ضد الوحده ديال البلاد استغلوها ضد الفساد، على قولة الله اكبر. استغلوها ضد الفساد على قولة الله اكبر. هاد الهزات وهاد القيمه كامله اللي مقيمين باش نقسموا البلاد وتشتوا العباد، ديروها استغلوها في الفساد، محاربه الفساد داخل البلاد، وغادي تنجحوا. ولكن الاشكاليه كتشراو وتباعوا، كتشراو وتباعوا، ما كتبقاوش شادين المبدا ديالكم محاربه الفساد. هو المهم الاذان راه ودن ديال الجمعه، وانا خصكم بهذا اللايف باش ما تضيعوا في ديك الاشاعه اللي كيقول لكم هذاك الكذيب، هذاك الروكار المخنز راكم تعرفوه، ومن احقد عباد الله وحقود، راه ما حتى مع بوليزانو راه ما كيقبلوه، وحتى هو راه مو قابلهم، راه هو لا استرزاقي، راه ولا يلود على بلايصتو، لا هز تليفونو ما عنده ما يدار، تليفونو مقابل راهم حبسوا 72 يطيرك، حبسوا 72 قتلوا 27 يا الكذيبين. تكلم على القرقره تقول لهم راهي 8 كيلومتر طولا وعرضا، راه نعس فيها الجيش المغربي ومطرح مع راسو، وراهم جالسين بلاليد ديالاتاي، راهم قاعدين على بلاليد ديالاتاي. شاد مولي واحد التصويره، شوف شاد لكم واحد التصويره وبين لكم واحد التصويره ديال واحد الكاميو ديال دوك السيفيل، دوك اللي كانوا قاطعين الطريق وهربوا، وقال لكم راهم هازين فيهم الاسرى. لعنة الله وعليك. هو دير الفيديو، راه عندي الفيديو، وانا عندي الفيديو ديال هذاك الكاميونيت من المسجون كيتكلم واحد فيهم من هذوك كيقول ياك نعرفوكم رانا هاربين، راه المغرب جانا وقوموا يا الجيش الصحراوي وزيدوا حامونا. لعنة الله وعليك الى يوم الدين. والله تندي نتبعك انا، انت من كذاب فيك يا الممسوخ الى اخر يوم في عمري. ما حدك انت كاين وانا غنتم معاك بالكذب. تولي تقول شي حق والله العظيم تنوصل ونقول لك انت تكلمت حق، ولكن والو. ذاك الكذب ديالك ارفع المعنويات، ارفع المعنويات. حنا راه المعنويات عندنا مرفوعه من خلاقتنا، سايله في دمنا. معنويات حنا ما نحتاجوا تلفازه، ما نحتاجوا اذاعه الرحيبه، ما نحتاجوا لا فيسبوكيات لا تحمص. حنا التعبئه الحمد لله والوطنيه مجروره عمقنا. سمعت؟ كتجي في دمنا وفي عروقنا، ما لنا خوان يطيرك وما نبيعوا لحد، ومفتخرين بالمغرب. واش كتعرف شنو هو المغرب؟ انت اللي كتقول لهم سيروا شوفوا جوجل، سير انت اقرا جوجل، سير انت ابحث على تاريخ المغرب باش تعرف المغرب شكون هو. سير هو تعرف المغرب باش تعرف المغرب، وسير شوف الجزائر باش تعرف الجزائر. ياك مالك مريض انت جاي عند المغرب راه وهلي راه ما سماتو حاده ولا بوخنونه. سمعت؟ خليتنا نيت غادي نشرترو عليك هاد النهار، واخا راني والله العظيم ماني بسالي لك. خلينا همنا وخدمتنا ومقابلين غير انت ديك الاشاعه ديالك، مقابلك غير انت. لا الكذب ديالك باش نوريك انا الكذب ديالك، مقابلك غير انت. سمعت؟ والو، انا وانت والزمن طويل. الا تلوح شي حاجه نبخشش لك على الكذبه ديالك فيها، وراه ما تهدوا، وراه ما تقولوا، ويا ودي وكاع الا شديتونا قتلتونا كاع شني واش نهي. شباب كاع مزال الى عاد غير هذا المشكل بحال هكا من العيشه كاع تمثلات. شتي الى عاد هذا المشكل بحال هكا من العيشه كاع كاينه مزال. كنت نتمنى انكم توحدوا باش تخلونا الامان اننا نفرحوا بالمستقبل، اننا غنعيشوه. لكن نتوما باش بهذه الطريقه هذه، بهذه الانشقاقات، بهذه الصراعات. هو المغرب
راهو الحسن الثاني الله يرحمه دار لك معجزه. ما هي المعجزه؟ المسيره الخضراء ياك، حرر بها البلاد من المستعمر الاجنبي. ودريك كاينه مولي مسيره اخرى دايرها لك مولي هاد الملكي ديالنا الله ينصر محمد السادس، وهي مسيره التنميه. تعرف شنو التنميه؟ التنميه عاودها لك ونكررها لك، مسيره التنميه اللي نتوما تحرحره بها. ما قديتو تبنوا حتى طواليط في الاراضي المحرره ديالكم، وما قديتو تبنوا حتى طواليط في الاراضي المحرره، وجيت باغي انت باغي تعيش دوله، باغي دير دوله. واش انت بعقلك ولا باش بعقلك؟ وسير شوف التنميه دريك، مسيره دريك ديال محمد السادس هي التنميه. صافي شوف تبارك الله العيون من قاست، الدنيا راهي غاديه بوجور من قاست، والداخله راهي ماشيه مولي، وغادي تشوف مولي. والتنميه مولي ما هي التنميه ديال خيطي بيطي هذا السيما ولا هذه، راني ما كنقول لك انا بوطوات ديال الضو ولا السيما ولا الجليج ولا الريفصون، كنتكلم لك على المشاريع الاستراتيجيه الدوليه الاقتصاديه اللي غيطبخ بها فرنسا ديالك واسبانيولك يطيرك، غيطبخ بها فرنسا ديالك واسبانيولك. الناس راه كتفكر بعيد وكبير في الاقتصاد. هذا هو المشاريع كنتكلم، انا كاع ما نتكلم لك على شجيرات ولا نخلات ولا بيلات ولا كذا. راه هذه هي المسيره ديال وهذه هي اللي وجعت الجزائر، هذه هو اللي وجعت الحكام ديال الجزائر. وتحيه للشعب الجزائري خوتنا وحبابنا. وهذه القضيه اللي ماشي بها الملك، هذه التنميه الواعره، هذه الافكار الاقتصاديه الواعره اللي فرتكت الدنيا ولا معترف بها وعادوا يتناقشوا عليها، ولا فرنسا تخاف واسبانيا تخاف. هذه هي اللي حركت خنيفرات دوك القاده الجزائريين الجنرالات الجزائريين ما راضيين اجي نقول لك شحال حنا خارجين الاتحاد الافريقي، شحال هو من عام وحنا خارجين الاتحاد الافريقي. ياك الجزائر كانت وحدها هي مداخله مع بوليزاريو ديالها وقاعدين وخلاهم المغرب شحال من عام، وغير جاهم يا صاحبي دخل ما كمل حتى عام. ربشكم 16 قنصليه، الاقتصاد، لابناك، شركات، واك عام. اودي اش غادي الله اودي اش غادي نقول لكم؟ لا حول ولا قوه. واش غادي نكذبوا؟ وعلاش غنكذبوا؟ واش شحال هو بنلعبوا الجزائر كاينه في الاتحاد الافريقي، ياك من المؤسسين ديالو المغاربه وخوا خرج. وشحال خلى لهم من عام فما، خلاهم كيديروا اللي بغاو. دخلنا عليكم بالله ياك داهم. المفروض يجي المغرب يتباع صاص فم. واه شحال من عام وانت الجزائر متحكمه في افريقيا، المفروض ان المغرب يجي يدخل. تعالى مرحبا نبجوا خنيفراتو يا غروان. دخل عام خلى خنيفراتكم خلنا انتهى، تحيد خنينتك، خنيفراتكم خلاها للتراب. عام فرتككم ديك افريقيا كامله دخل فيها. الناس راه باغيه لي العقول استراتيجيات، عندهم ناس باغا تخدم. انت كتخربق تما الله يهديك. تيرا هو دير لك شي مراجعه. راه حنا نديرو غير ديك ديال الاميين، ما نهضرو كاع اكاديميين، نعطوك غير واحد زائد واحد يساوي اثنان. الجزائر من نهار اللي كانت في الاتحاد الافريقي شحال دارت؟ جاها المغرب عام دارها 16 دوله، حطت السفارات ديالها. واش درتو؟ وبالبترول يا حسره، عندكم البترول والغاز يا خويا، عندكم البترول والغاز. واش درتو فلوس ديال البترول والغاز؟ شنو كان المغرب عنده البترول والغاز؟ حشمت نقولها والله الا حشمت نقولها باش نقولها لك وجاوبها انت نيت على راسك. وراه كاينين المناضلين يقدروا يجاوبوك عليها. المغرب هذا لو كان عنده البترول والغاز واش غايدير لك؟ اخوان المغاربه الله يلا عرقنا، تحيه لكم وتحيه للشعب المغربي وتحيه للجيش المغربي. تحيه للجيش المغربي. فيسبوك زنزلوا وجه الدبابه بالرايه ديال المغرب وبالعسكر ديالنا، زنزلوا وجه الدبابه. هذا الفيسبوك خلوا الفيسبوك اليوم كامل احمر، والنجمه ديال المغرب والجيش ديال المغرب، وراكم مرتاحين. راه الامور مسيطره عليها الحمد لله. الكركارات قسمت لكم بالله راني كنحلفوا اليوم الجمعه 8 كيلومتر طولا و8 عرضا،
راهم متكيين فيهم الحمد لله، متكيين عسكر ديالنا وجالسين. وما أننا مولين مدعاة الحرب، نتمناو أن هادشي ما يتطور أكثر. ما بغينا حد الموت، ما بغينا حد يتيتم، ما بغينا حد كلشي، ولكن إلا دعاتها الضرورة فكاين اللي كيفرح بها، لأن الجنة هذيك تسمى الجنة.